اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب فتح الباب وفرد إيديه، اترمت مسك في أحضانه وكانت بتبكي. سامحني يا بابا، ما تزعلش مني، آخر مرة هروح جنب المكتب. مسك حبيبتي، ليه بتبكي؟ أخدها وقعدها على السرير وقعد جنبها، ابتسم في وشها علشان تطمن. بابا ممكن ما تزعلش مني؟ والله ما كنتش أعرف إن مع حضرتك ناس في المكتب. طيب مش المفروض كنت خبطت على باب المكتب قبل ما تدخلي؟ من متى وانت بتدخلي كده؟ كنت عاوزة أدي لحضرتك العلاج ومستعجلة، حضرتك من الصبح في عزا تيتا وما أكلتش ولا أخدت علاجك. طيب ممكن تبطلي عياط؟ خلاص مش زعلان منيكي، بس آخر مرة تجربي من المكتب ومن أي مكان أكون قاعد فيه مع حد من العيلة. وقفت وقالت آخر مرة والله يا بابا، مش هجرب مني أبدا. خلاص بقى ممكن تبطلي عياط، دموعك دي بتوجع قلبي. بابا هو أنا ممكن أنام جنب حضرتك؟ أصل أول يوم أنام بعيد عن جدتي، أنا خايفة أنام لوحدي. تعالي يا حبيبتي، ومش عاوزة أسمع كلمة خايفة مرة تانية، فاهمة؟ طول ما أنا موجود على وش الدنيا مش عاوزة أسمع كلمة أنا خايفة يا بابا. طلعت جنبه على السرير وفضلت تتكلم مع نجيب وحطت راسها وراحت في نوم عميق. بس نجيب ما نامش طول الليل، بيتقلب يمين وشمال، كلمة أنا خايفة بتتردد في ودانه، دموع نازلة من عينيه مغرقة وشه. هو كل اللي اتبقى لبنته، ايه اللي هيحصل لها لو مات وسابها؟ قلبه كان هيقف كل ما يتخيل بنته لوحدها وقرايبه مبهدلينها وواخدين ثروتها وأملاكها. نجيب فضل يدعي ربنا إنه يحفظه ويمد في عمره لحد ما يطمن على بنته مع اللي يصونها ويحميها. فضل كده طول الليل لحد ما أذن الفجر. نزل من على السرير بشويش، راح على الحمام اتوضى، وأول ما خرج ابتسم وهو شايف مسك بنته واقفة وماسكة فوطة، بس قال لها بحزن كأني شايف مريم قدام عينيا، ما هي ماما اللي جومتني وجالت لي اعمل كده، هو اقول لك العبد في التفكير والرب في التدبير. قرب منها بلهفة وقال جالت ايه تاني؟ جالت خلي بالك من بابا واسمعي كلامه وما تزعليهوش وسلمي عليه وقولي له العبد في التفكير والرب في التدبير. راح على صورة مريم وقال ما جيتي بخيلة يا مريم، مش عارفة تكملي وتقولي اعمل ايه وواجه اللي جاي ازاي من غيرك؟ بابا حضرتك زعلت من حاجة؟ لا، دي مريم حاسة بيا وبتطمني اني ماشي صح وان اكمل اللي ماشي فيه. مسك بعدم فيه. طيب الحمد لله، مش يلا تدخلي تتوضي علشان نصلي جماعة؟ حاضر، عقبال ما تصلي السنة هتوضى واجيب الإسدال من اوضتي. خرجت مسك من الأوضة ونجيب صلى السنة وقلبه كان بينغز عليه وما كانش عارف النغزة دي سببها ايه. وبعد ما رجعت مسك وكانت لابسة إسدالها صلت هي كمان السنة، فضل مستنيها وبعد كده أقام الصلاة وصلوا جماعة، ودموعها كانت بتنزل وبتدعي ربنا إنه يحفظ ليها أبوها. نجيب قال لها يلا ننام لسه بدري على الصبح، وفضل جنبها مش جايله نوم وطبعا من التفكير. وأول ما النهار طلع جهز نجيب نفسه وخد شنطة الأوراق الصغيرة وراح لشركته لمقابلة المحامي. نجيب خرج لمكتبه، نادى على روحية وعتمان علشان يقولوا المكتب. روحية يا أم أمل. نعم يا بيه، تحت أمرك. نادي عتمان وتعال ورايا على المكتب. من عينيا يا بيه، بس في حاجة عاوز أقولها لك. قول يا روحية في إيه؟ نجيب الصغير اتصلت بيه علشان أعاتبه إنه مجاش عز الست الكبيرة، لقيته حبة عين صوته رايح وبيقول إنه تعبان قوي والبرد والسخونة مرقدينه في فرشته. أنا لازم أروح له حالا، خلي بالك من مسكه وفطريها وما تسيبهاش لوحديها لحد ما ارجع، وإياك تهوب ناحية باب السرايا ونبهها على عتمان وعبد الصمد يفتحوا عينيهم ومفيش دبانة تدخل السرايا وأنا مش موجود. حاضر، كل اللي تؤمر بيها يتنفذ، بس اخلصي يا روحية، أنا روحي بجد في مناخيري. الست يسرية عاوزة تشوفه، وآخر مرة كنت عنديها بكت كتير وقطعت قلبي، نفسها تشوفه وقالت إنها مش هتقوله إنها مين
بس تشوف حفيدها. نجيب غمض عينيه بألم. هي عاملة ايه؟ وصحتها؟ بتاخد علاجها؟ هي بتتمنى الموت كل ساعة، وبتقول بعد ابنها وابن ابنها ما عادش ليها نفس للدنيا كلها. روحي زوريها وقولي لها ان شاء الله اسبوع بالكتير، وهتروح لعنده تعيش معاه لحد ما تزهق وتقول عاوز ارجع بيتي. خلص نجيب كلامه وخرج بعد تأكيده عليها مرة تانية. ما تسيبش مسك لوحدها ابدا. ركب عربيته وقال للسواق يطلع على القاهرة، وبعد سواقة طويلة وصل نجيب القاهرة لمقابلة ربيع المحامي ونجيب الصغير. السكرتيرة أول ما شافته حمد لله على السلامة يا نجيب بيه. الله يسلمك يا حياة. الولاد والبشمهندس أخبارهم ايه؟ بخير الحمد لله يا فندم. ربيع المحامي على وصول، تدخليه على طول، ومش عاوز حد يقطع كلامي معاه. تحت أمرك يا بيه. وبعد شوية حضر ربيع. نجيب قال له بعصبية ايه المواعيد دي يا متر؟ طالما قلت يا متر يبقى انت زعلان مني. ميعادنا 9 بالدقيقة، ليه التأخير دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 9:30. كان في مشوار مهم لازم اعدي اعمله النهاردة 5 في الشهر، ميعاد المستشفى. غمض عينيه وقال عامل ايه دلوقتي؟ ادعي له بالشفاء، لو تشوفه مش هتعرفه. صورة الغليل مش بتفرقه، ونظرة ضعف من كتر البكا. منهم لله اللي كانوا السبب في اللي حصل له. لولا فضل ربنا ومجهودك ما كناش عرفنا مكانه بعد السنين دي كلها. الفضل لله وحده. لولاك انت يا حاج واصرارك ما كناش عرفنا نوصل له. بعد ما نخلص مشوارنا تاخدني عنديه، بدي اشوفه واتكلم معاه. طب اتفضل يا حاج احكي لي ايه المطلوب؟ نجيب قال لربيع المحامي بكل اللي عاوز يعمله وثروته وفلوسه تروح فين والمين. بس اللي عايز تعمله ده يا حاج لو اتعرف هيقوم الدنيا حريقة، وكمان انت مخصص ناس وناس تانية لا، اللي يستحج بس هو اللي مخصصه. انا وزعت كل شيء بما يرضي الله. بس نجيب وعتمان وروحية دول هيقوموا الدنيا بعد عمر طويل ليك. ولاد اعمامك هيخربوا الدنيا. نجيب ده حجه، ما منتش عليه بحاجة، ده حجه وورثه من الغاليين. عتمان وروحية دول أحن من أهلي ومن ولاد عمامي، طول عمرهم عايشين معانا زي الأهل، ما بيفترجوش عنيهم، ودي أجل حاجة أسيبها لهم. باقي العيلة ما لهمش يورثوا، يبقى الخوف من الحية والتعبان أخوه. الأوراق دي ما تظهرش نهائي ومحدش يعرف بيها غير في وقتها، وفي الأول وفي الآخر ده مالك وانت حر فيه، وربنا يديك طولة العمر. نيجي بقى على الأهم. نجيب الصغير لازم يعرف جزء من أصله ويجي هنا يمسك الشركات. أنا دخلته إدارة أعمال مخصوص وخليته يشتغل من صغره في شركة الحاج عبد الرحمن ويدربه تحت يده علشان الوقت ده. بس في مشكلة صغيرة، لازم يكون عنده توكيل بالإدارة وتفويض منك بده، وده مش هيعجب كتير من أعضاء مجلس الإدارة اللي عينيهم على رئاسة المجموعة. خلي لكل حدث حديث، وقتها أنا اللي هجوف لهم. ويلا بينا علشان نلحق نسجل كل حاجة في الشهر العقاري ونزور الغالي، وكمان ألحق أزور نجيب. تمام كده، الأوراق المطلوبة كلها موجودة. وراحوا فعلا على الشهر العقاري، خلصوا كل اللي عاوزه نجيب، وراح محل اشترى أكل وشوية حاجات ووصلوا المحامي لبيت نجيب الصغير. معلش يا ربيع استغلتك النهاردة لحسابي. ولا يهمك يا حاج، أهم شيء الورق ده يختفي نهائي، محدش يعرف عنه حاجة. وصل نجيب عند نجيب الصغير، خبط الباب، وبعد كام مرة فتح الباب شاب في العشرينات، يجي 23 سنة، دقنه طالعة شوية وعينيه مليانة دموع. سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا عمي، اتفضل كده من غير سلام ولا حتى تعزيني في جدتك. البقاء لله، ربنا يجعلها آخر الأحزان. نجيب الكبير بص لوشه والكلامه، اتأكد ان في حاجة، هز راسه علامة منه انه خلاص لازم يحكي كل حاجة لنجيب. قعد على أول كرسي قبله وكلمه بعتاب. يعني ما شاء الله عليك، اهو لا تعبان ولا عندك سخونية ولا حاجة، قول اللي في جوفك ومن غير لف ولا دوران.
انتج، ومش عاوز كلام كتير. انا ابن مين واهلي فين؟ وليه تتحمل مصاريفي وتعلمني في احسن جامعات في البلد وتشغلني عند صاحبك ويدربني بنفسه ويشربني الشغل واسراره، مع اني اتأكدت بنفسي من حاجات كتير؟ قصدك على التحليل اللي عملته من شهر فات، واخدت العينات من روحية وعتمان واخواتك امل وامنية، حتى مسك اخدت منيها. نجيب الصغير قام وقف. حضرتك عرفت ازاي؟ اقعد، ومن غير لف ولا دوران. انا جاي النهاردة احكي لك واقول لك انت كنت شاكك انك ابني واني نكرك، علشان جايبك بطريقة غير شرعية وخايف على سمعتي والناس تتكلم، مش كده؟ ايوه كده بالظبط. ما انا لازم اشك. انا عايش في بيتك مش في بيت امي روحية وعتمان. ليا اوضة في سرايا ادخل واخرج زي ما انا عايز، اقعد معاك على الاكل انت وبنتك اللي بتخاف عليها من الهوا، ساكن في ارقى مكان في مصر، احسن جامعات، احدث عربية، افخم هدوم، حساب مفتوح. مش عاوزني اشك؟ لفتك عليا خوفك اللي بشوفه في عيونك مش بشوفه في عيون ابويا عتمان ولا امي روحية ولا امل ولا امنية. حتى لما عرفت اني تعبان ما قدرتش تتحمل. عتمان نفسه ما اتصلش وقال مالك. طول عمري بحس اني منك ومش منه، علشان انت مني لازم اكون ملهوف عليك. ما تتعبنيش يا عم نجيب، انا اتأكدت اني مش ابنك، يبقى منك ازاي؟ هو ما ينفعش تكون غير ابني؟ ما ينفعش تكون ابن اخويا مثلا، ابن اختي، ابن صديق غالي عليا؟ ليه بتزود حيرتي؟ ليه بتتعبني؟ انا ابني مين بالظبط واسمي ايه بالكامل؟ اسم ابويا وجدي ولا اي اسم وخلاص؟ هحكي لك وانت بعدها تتوكد من كل اللي عاوز تعرفه، بس بعدها لو كلمة خرجت من هنا اقسم بالله نحبسك في مكان الدبان الازرق ما يعرفش يلاقيك. اسمع يا سنجيب، من 25 سنة كان عندي أعز 3 أصحاب، ما كناش بنتفرج إلا على النوم، محدش يعرف إحنا نمنا في بيت مين فينا، أني ورياض وسند وربيع. ربيع وإنت عارفه، وسند ورياض دول كسروا ظهري ببعدهم عني. المهم في يوم أنا حبيت بنت عمي مريم واتجوزتها وأنا لسه طالب بدرس، لأني خفت إن حد تاني يسبقني واتجوزها. طبعا أنا وحيدة على 3 بنات، واحدة أكبر مني و2 أصغر مني. يوم فرحي رياض لأول مرة يشوف اخواتي هو وسند. بعد كام يوم أنا رجعت الجامعة، والشقة اللي كنا عايشين فيها أنا وسند ورياض لقيت رياض حزين ومنطوي وعيونه من قلة النوم باين عليهم الإرهاق. أنا قلقت يكون في حاجة، لقيته قال لي إنه غلط ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. يا ترى ايه الحكاية وايه الرواية؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في حكاية جديدة قريب ان شاء الله.